بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بقينا في رمضان اهو. وطبعا عارفين، كلنا عارفين ان الراعي الرسمي لحلويات رمضان هو الكنافة والقطايف والجلاش. وكلنا عارفين برضو الأسعار بقت عاملة ازاي، بقت حاجة فوق الخيال. فبدل ما نشتري الحاجة من بره الكيلو بقد كده، بكوبايتين دقيق بس هنعمل الحاجة بتاعتنا في البيت، وهتبقى أحسن من بره وأنضف من بره. وكمان هتدينا الكمية وأوفر من بره بكتير، هتدينا كمية كتيرة وهتدينا طعم حلو، وهتبقى حاجة كده مضمونة بإيدينا وأحسن من بره بكتير. هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين النهاردة كده شوية قطايف بكوبايتين اتنين دقيق وشوية مية. هنعمل مع بعض حبة قطايف كده، حاجة كده مفيش بعد كده. تابع معايا الفيديو، ولو أول مرة تشوفي قناتي اعمل لايك واشتراك وفعلي معايا زر الاشتراك عشان يوصلك منه كل جديد من فيديوهات المطبخ أم عبدالله. نبدأ ونقول ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط كده كوبايتين من دقيق ابيض متعدد الاغراض، ويكون ايه الدقيق بتاعنا يكون منخول. طبعا هندخله زي ما انتم شايفين بالمصفى كده او بالمنخول بتاع الدقيق، علشان ايه لو في اي رطوبة او في اي تكتلات او اي حاجة من دي. هنعمل العجينه بتاعتنا النهارده العجينه الصايمه. العجينه الصايمه بتبقى طعمها حلو قوي وبتدي نتيجه كويسه قوي عن ما تعجنيها كده على طول. حطيت كوبايتين من الدقيق وحطيت كمان نص كوبايه من دقيق اللي هو دقيق السيمولينا او دقيق السميد بتاع البسبوسه. ولازم الدقيق ده يكون دقيق ايه، دقيق ناعم. دقيق السميد لازم يكون دقيق ناعم. وبعد كده حطيت عليهم كمان كوبايتين من الميه، والميه بتاعتنا لازم تكون ميه دافيه، ما ينفعش تكون ميه ساقعه. وبعد كده زي ما انتم شايفين بالمضرب كده هفضل اقلب في الميه والدقيق كده مع بعضهم لحد ما ادوب كل الدقيق واخفي كل ايه تكتلات الدقيق منه خالص. بعد كده مش هحط بقى اي خميره ولا هحط اي مكونات تانية، مش هحط غير الميه والدقيق وبس. بعد كده هغطي العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بكيس بلاستيك او بفوطه او بلاستيك راب او باي حاجه موجوده عندك، وهسيبها عندي كده حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع. دي العجينه الصايمه بتاعه القطايف على طريقه الكنفاني، بتبقى طريقه جميله جدا وبتبقى بتدي نتيجه كويسه ونتيجه مضمونه. زي ما انتم شايفين كده بعد نص ساعه كشفت على العجينه بتاعتي لقيتها زي ما هي كده. بعد كده بقى بنضيف بقى المكونات بتاعتنا، واحط كيس من الفانيليا، واحط كمان معلقه صغيره من السكر، وهضيف كمان معلقه من البيكنج باودر. حطيت كده معلقه من الخميره الفوريه، معلقه صغيره برضو. وهحط كمان معلقه زي ما انتم شايفين كده من البيكنج باودر او البيك معلقه صغيره برضو. ولو عايزه تحطي كمان شويه كده من البيكنج صودا حطي. وحطيت كمان شويه ملح كده صغيرين، يعني نص معلقه صغيره او رشه ملح كده بايدك. وبعد كده ضفت كمان نص كوبايه من الميه، يعني في الاول حطيت كوبايتين من الميه مع الدقيق، وبعد كده هنا ضفت كمان نص كوبايه من الميه زي ما انتم شايفين كده. وقلبت كده كل المكونات في بعضها بالمضرب. هنضربها كده بالمضرب كده حوالي 15 دقايق. تفضلي تضربي كده في المضرب. طبعا ممكن تسهلي على نفسك بعد ما تضيفي كل المكونات تعملي زي ما انا عملت كده وتحطيها في الخلاط. الخلاط اسرع، لكن لو ما عندكش خلاط ممكن تعمليها بالمضرب اللي هو الكهرباء، او تعمليها بالمضرب العادي، بس هتاخد من ايدك وقت طويل شويه. فانا سرعت العمليه وحطيتها في الخلاط، وضربتها في الخلاط كده قيمة 10 دقايق بالخلاط، عشان عايزة الخلاط ينعمها قوي، لان عايزاها تبقى ناعمة ومش عايزة فيها يبقى اثر للدقيق، ولا عايزة يبقى فيها اي تكتلات. حطيتها في الخلاط كده وضربتها زي ما انتم شايفين كده قيمة 10 دقايق بالخلاط اهو. وهي في الخلاط بقى ضفت لها كمان كده حوالي ربع كوباية من المية على على النص كوباية اللي انا حطيتها. يبقى انا كده حطيت المكونات بتاعتي حطيت كوبايتين في الاول، ورجعت حطيت نص كوباية تاني وانا بضربها كده بالمضرب، ورجعت حطيت ربع كوباية من المية. العجينة بتاعتي على ما خلصتها عجين خالص خدت مني حوالي 3 كوبايات من المية. زي ما انتم شايفين هتبقى بالقوام او بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. بعد ما ضربتها بالخلاط بقى هسيبها كده على جنب في قلب الشفشق برضو بتاع الخلاط حوالي كده نص ساعة تختمر معانا. على ما تختمر بقى تعالوا نعمل الشربات بتاع القطايف. وكلنا عارفين ان شربات القطايف وشربات الكنافة بيبقى شربات تقيل.
كده زي ما انتم شايفين كوباية ونص من المية في حلة كده على النار، وبعد كده هضيف عليهم كوبايتين من السكر. حطيت السكر بتاعي سكر من بتاع التموين، سكر عادي خالص. لو عايزة تعملي بقى بسكر ابيض حطي سكر ابيض، فمش فارق خالص يعني بتاع الشربات. يعني هي كده كده القطايف بتاعتنا هتبقى متحمرة، والكنافة برضو بتبقى لونها احمر، والبسبوسة برضو بيبقى لونها احمر. فلو عملت بسكر التموين اللي هو السكر الغامق زي ما انتم شايفين كده، فمبقاش ايه، مفيش مشكلة، بيدي نتيجة برضو كويسة. حطيت المية والسكر كده على النار وسبتهم كده حوالي من 7 ل10 دقايق يغلوا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طبعا بتكوني مهدية النار علشان الايه العصير بتاعك او الشربات بتاعك ما يتحرقش كده من جوانب الحلة، ويديكي ايه مرارة في قلب الايه الشربات بتاعك، وميبقاش كويس. بعد كده بقى ايه بحط ايه عصرة ليمونة، ومتكتريش الليمون عشان ما يديكيش مزازة كده او يدي طعم لاذع كده في قلب الشربات بتاعك. وانت بتعملي بقى لو في بذرة ليمونة كده او اي حاجة نزل بتشيليها بالمعلقة زي ما انت شايفة كده. طبعا لو ما عندكيش ليمون ممكن تحطي شعرة صغيرة خالص من ملح الليمون. بعد كده بقى بتنكهي قبل ما بنيجي ننزلها بقى من على النار. بننكه بقى الايه الشربات بتاعنا، بننكهه بقى بحط ايه رشة فانيليا، ممكن تحطي عود قرفة، ممكن تحطي مثلا قطعة برتقانة، بتحطي بقى النكهة اللي انت عايزاها. وبعد كده بننزل الايه الشربات بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. بعد نص ساعة كمان من الايه من تخمير العجينة في الشفشق بالشكل ده كده، حطيتها في الخلاط برضو وشغلت عليها قيمة ايه دقيقتين 3 بس كده اهي، بقت بالشكل ده كده. بعد كده بقى تعالوا بقى عشان نعمل ايه العجينة بتاعتنا. بنحط طاسة على النار، ويفضل ان هي تكون طاسة تكون ايه مانعة للالتصاق، يعني ايه تيفال جرانيت اي نوع موجود عندك. ويفضل يا جماعة ان الطاسة بتاعتك تكون مستوية، لان الطاسة بتاعتي كان فيها عيب كده زي ما انت شايفين كده. من نص الطاسة كانت ايه يعني قبة كده في النص، فما كنتش عارفة اعمل ايه غير واحدة بس في الايه في قلب الطاسة. لكن لو الطاسة بتاعتك مستوية ممكن تحطي واحدة واتنين وتلاتة في قلب الطاسة وتعملي ايه وتخلصي بسرعة. بتجيبي بقى معيار، اي معيار عندك، معلقة إيه كرنيب إيه كوباية صغيرة، اي حاجة بتحايري بيها علشان القطايف بتاعتك تطلع كلها في مستوى واحد. الطاسة بتاعتك طبعا قبل ما تحط القطايف لازم تكون سخنة، وبتخلي النار كده تظبطيها على مستوى واحد، يعني تبقى ايه تبقى فوق المتوسط بشوية، لا تبقى هادية خالص ولا تبقى عالية خالص عشان ما تتحرقش منك. وبتحط بقى مقدار العجينة بتاعتك او السائل بتاع العجينة بتاعت القطايف بتاعتك، وتسيبيها كده ما تحطيش ايدك عليها، بتستني عليها لحد ما تلاقي ايه اللون بتاعها خرج من لون العجينة الابيض للون اللي انتوا شايفينه ده. هتلاقيها كده بتستوى كده من بره لجوه، لما لحد ما تلاقيها كده وصلت للنص خالص، اللون الابيض بتاع العجينه ده اتشال، بتقلبيها بتلاقيها لونها محمر من تحت كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طبعا بتكوني مجهزه بقى فوطه او مجهزه قماشه او اي حاجه عندك، بترصي بيها عليها ايه الكنافه بتاعتك واحده كده جنب واحده. والواحده اللي بتطلع بتستني بس لما البخار بتاعها يتشال يخرج منها، وبتغطي عليها علشان ايه ما تنشفش منك. طبعا دي السيمولينا اللي احنا حطيناه او دي السميد اللي احنا حطيناه بيدي نتيجة حلوة قوي للقطايف. ممكن تعمليها من غيره، ممكن تعملي القطايف من غير ما تحطيها ايه بدقيق السيمولينا ده لو مش موجود عندك. بس الدقيق السميد او دقيق السيمولينا ده اللي هو بتاع البسبوسة ده بيدي ايه قرمشة كويسة للقطايف وانتي بتقليها، ولو قعدت عندك يوم ولا حاجة بتفضل مقرمشة وبتفضل كويسة. طبعا كلنا عارفين ان القطايف بتاعتنا لو باتت معانا عند ناس كتير بتلاقيها كده طرد يعني ايه ما عملتش بالنتيجه اللي هي ايه اللي احنا بنشوفها بتاعه المحلات. طبعا ده نتيجه ايه نتيجه ان انت بتسيبيها في في الشربات كتير، او بتحطيها والشربات بتاعك سخن، او بتطلعها هي سخنه وتحطها في قلب الشربات. انا هقولك دلوقتي عايزاها تبقى مقرمشه تعملي ايه. طبعا انا هنا في الطاسه كده قلت ايه استعجل نفسي كده واعمل ايه يعني احط 3 كده جنب بعض. وهنا بقى ايه لما لقيت العجينه بتاعتي يعني ايه راحت كده في الجنوب وما عملتش اللي هي القطعه اللي هي المدوره، طبعا واحده مطوله واحده راحه كده وواحده راحه كده، فرجعت قلت تاني بقى ايه لا انا هعمل ايه واحده واحده بس كده، ما خدتش منه نص ساعه في العمايل. لما لقيتها عملت بالشكل ده كده عملت ال3 دول بس كده، ورجعت قلت ايه هعملها واحده واحده تاني.
طبعا بتحطيها، ما بتحطيش ايدك عليها خالص، ما بتلمسيهاش لحد ما تلاقيها ايه اللون الابيض اللي هو اللي فيها ده يعني خرج منها وبقت ايه في اللون الشفاف اللي انتوا شايفينه ده كده. بتشيليها بقى بالايه بالمقصوصه او باي حاجه موجوده عندك زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بتقلبيها بتلاقي ظهرها يعني ايه محمر معاكي كده، ما بتعليش عليها النار قوي عشان ما تتحرقش منك. بتبقى زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. طبعا عشان تشتري كيلو قطايف النهارده، كيلو القطايف بتجيبيه بحوالي 30 جنيه او زيادة عن 30 جنيه، لان الاسعار كلها بقت بسم الله ما شاء الله. فبدل ما تجيبي الكيلو ب30 جنيه، زي ما انت شايفين القطايف بتاعتي اهي ما شاء الله طرية وعجينتها حلوة قوي. بدل ما تجيبي بقى القطايف الكيلو ب30 جنيه، لا هات كوبايتين دي مش هيكمل معاكي. يعني الكيلو دي ب20 جنيه او ب18 جنيه، انا بجيب كيلو دي عندي هنا ب18 جنيه. كوبايتين اتنين دي وحبة خميرة وحبة ايه مية، بتعملي كل الكمية. تعملي وتخزنيها بقى في الفريزر تقعد معاكي الشهر كله. زي ما انتم شايفين هنا كده انا كنت خلصت بقى القطايف بتاعتي، خلصتها كلها عمايل ما شاء الله جميلة جدا اهي. لو عايزة تعملها بقى عصافيري او اللي هو الحجم الصغير، بتقللي بقى في المقدار بتاعك. تعالوا هنا بقى نعمل شوية ايه قطايف كده نحشيها. ممكن تحشيها بقى جبنة، تحشيها مكسرات، تحشيها بلح، تحشيها اي نوع بقى ايه انت عايزة تحشيه. انا كنت هنا حشيت ايه شوية مكسرات، وحشيت نوع بالبلح اللي هو التمر اللي هو الايه معجون العجوة او الايه او البلح المفروم. حطيت المكسرات بتاعتي بقى، حطيت شوية سوداني كده على شوية زبيب على شوية جوز الهند. ويفضل بقى وانت بتعملي القطايف ما تحطيش فيها جوز الهند. ليه؟ لان جوز الهند لما بيخرج منها في الزيت بيتحرق كده، بيعمل ريحة وما بتبقاش إيه ما بيديش جوز الهند لما بيتحرق في الزيت بيدي ريحة مش كويس. طبعا لما بنيجي نحشيها بنحشيها وهي طرية كده، وهي لسه طالعة من الايه بعد ما بنخلصها على طول، ما بتستنيش عليها شوية علشان ما تنشفش منك، لانها لو نشفت منك مش هتعرفي تقفلي الجوانب بتاعتها. ولما بتيجي تفرزيها بتفرزيها برضه وهي محشية. يفضل ان انت تفرزيها وهي محشية، عشان لو فرزتها وهي قطع بس كده هتيجي تطلعيها مش هتعرفي تحشيها، هتنشف منك. ولما بتيجي تقليها طبعا بعد ما بتفرزيها يعني فرزناها وهي محشية اهي، تحشيها بقى اي نوع جبنة بقى لحوم، تحشيها مكسرات اي نوع عندك، بتفرزيها وهي محشية وبتقفليها وترصيها بقى في اطباق او في كيس بلاستيك، كيس تلاجة زي ما انت عايز. بعد ما بتطلعيها بقى وهي محشية كده وهي لسه متجمدة، ما بتستنيش عليها لما تفك. بتسخني الزيت بتاعها لازم يكون زيت سخن، وتحطها في الزيت كده ايه والزيت سخن. وبعد كده ايه ما بتستنيش على لما الزيت يكون بارد، او ما بتحطهاش والزيت بارد عشان ما تشربش منك زيت وتطرى معاكي. من اسرار ان القطايف بتاعتك تبقى مقرمشه معاكي، لازم تحطها والزيت سخن، ما بتسيبهاش في الزيت كتير عشان ايه ما تشربش زيت وتبقى طريه معاكي وتبقى مش كويسه. حشيت القطايف بتاعتي زي ما انتم شايفين اهو، وسخنت الزيت. طبعا بنقفلها كويس قوي من الجوانب، وبنحطها ايه زي ما انتم شايفين كده زيت سخن اهو. وتحطها في الزيت بعد ما بتحمر بتقلبيها كده من الجوانب على طول. وبنطلعيها بقى تطلعيها على مصفى، بتطلعها على ورق علشان ايه لو فيها بواقي زيت كده ولا حاجة تكون ايه تصفي الزيت اللي فيه. طبعا القطايف بتاعتك لو انت حاشيها بقى جبنة او حاشيها لحمة او حاشيها اي حاجة تانية من الحاجات اللي هي تبقى مقبلات كده من جنب الاكل، مش لازم تقليها في الزيت، ممكن تدهنيها شوية زيت بس كده وبتدخليها الفرن زي ايه زي ما تكوني هتعملي جلاش او هتعملي اي صواني. مش لازم ان انت تقليها في الزيت عشان ما تشربش منك زيت كتير. وفي الحالة دي طبعا ما بتحتاجش ان انت تحطيها في شربات بعد ما بتعمليها ايه في الزيت زي ما بنعمل اللي هي بتاعت المكسرات. طلعنا القطايف بتاعتنا زي ما انتم شايفين بالشكل كده اهو، بعد ما احمرت وخدت اللون بتاعها ما شاء الله لونها جميل جدا اهو. يعني يمكن الكاميرا مش عاطيه حقها في اللون بتاعها، بس هي ما شاء الله لونها كان جميل جدا. بنفس الطريقه بقى وبنفس الخطوات بتعملي بقى كل الكميه اللي موجوده عندك بتقليها وتخلصيها قليه. طبعا وانت بتقلي كده لو لقيتي ايه واحده خرجت شويه من جوز الهند زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، بعد ما بتخلصي الطرحه بتاعتك او القليه بتاعتك
بتكون عندك مصفى طبعا لتصفية الزيت في طبق تاني، وبتصفي الزيت بتاعك وترجعي ترديه في الطاسة تاني عشان ايه ما يتحرقش منك، عشان ما يديش ريحة، او جوز الهند اللي في قلب القطايف لو خرج منها شوية بيعمل كده سواد على الايه على القطايف وبيديكي نتيجة مش كويسة. فيفضل ان انت لو لقيتي حاجة زي ديت خرجت بالمصفى في ثواني كده وبترجعي ترديها في الطاسة تاني عشان حاجتك تبقى ايه نضيفة ورقة كده ويبقى ايه شكلها كويس. تعالوا بقى نسقي القطايف بتاعتنا بالشربات اللي احنا عملناه عشان القطايف بتاعتك تفضل مقرمشة وقت طويل. لازم القطايف بتاعتك تكون بردت خالص من ايه من اثر السخونية او من الزيت اللي هي طالعة منه. والشربات كمان لازم يكون بارد خالص خالص خالص. وما تحطهاش في الشربات تقعدها وقت طويل، والشربات بتاعك لازم يكون تقيل ما يبقاش خفيف، بعكس الكنافة خالص. الكنافة عشان عايزينها تبقى طرية على حسب بقى، هي بتبقى أذواق. لو انت عايزاها تبقى طرية فالكنافة بتبقى دافية والشربات بيبقى دافي، ما بيبقاش الاتنين ساقعين زي ما بيقولوا، او حاجة سخنة وحاجة ساقعة. لا لا، ديت بتبقى دافية وده بيبقى دافي، وبتغطي عليها شوية بتطلع معاك ايه دافية طرية وبتبقى كويسة. بعكس القطايف بقى لازم الاتنين يبقوا باردين، وفي نفس الوقت بتطلعيها من الشربات وبتحطيها كده على مصفى او اي حاجه، لازم تصفى خالص من الايه من الشربات اللي فيها. وبكده بقى نكون ايه خلصنا القطايف بتاعتنا. وزي ما انتم شايفين كده هنا شويه اهو، ما كنتش حمرتها كلها، عملتها يعني دول بقى هفرزهم معاهم بقى في الفريزر. بنحشيها وبنعينها محشيه طبعا، وبعد كده بقى بتحطها في اكياس، ترصيها كده جنب بعضها، او بتحطها في اطباق تلاجة زي ما انت بتفرزي الحاجه بتاعتك. بتطلعها زي ما قلنا وهي متفرزه من التلاجة خالص كده بسخان الزيت، وتحطها في قلب على طول بتتقلى وبتبقى معاكي كويسه جدا. طبعا لو هتعمليها باللحمه او بتعمليها بجبنه مفيش داعي ان انت تحطها في قلب الزيت وتقليها. ممكن تدهنيها زيت وتدخليها في الفرن كده زي الجلاش وزي الكنافه، بتاخد لون وبتبقى كويسه جدا جدا. ودي القطايف بتاعتي اهي بعد ما خلصناها بعد ما قليناها وحمرناها. والله هي لونها محمرة وجميلة جدا، بس يعني هنا الكاميرا يعني مش عاطيلها حقها في اللون وكده. وبكده بقى نكون خلصنا الفيديو بتاعنا القطايف بتاعتنا. كل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم بقى الفيديو اعملوا لايك واشتراك وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد من فيديوهات مطبخ عبد الله. دي القطايف بتاعتنا بالعجينة الصايمة، عجينة الكنفاني، واحلى من عجينة الكنفاني كمان احلى من بره. اعملها بايدك احسن ما تشتريها. اهي فتحت واحده اهو، ديت دي اللي انا عملتها بالتمر او بالعجوه، كان طعمها جميل جدا جدا. وعملت كمان شويه بالمكسرات.